في حادث هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي، ووفق معلومات أمريكية أكدها مسؤولون إسرائيليون، قامت طائرات حربية إسرائيلية ليلة الخميس الجمعة بقصف هدف داخل سوريا يعتقد أنه شاحنة كانت محملة بصواريخ متطورة تنقل إلى لبنان وتحديدا إلى حزب الله. الجانب السوري نفى حصول أي عمل عسكري من هذا النوع، واللافت أن الغارة وبحسب المعلومات أيضا شنت من خارج المجال الجوي السوري وعلى الأرجح من الأجواء اللبنانية. وما يعزز هذه الفرضية الطيران الإسرائيلي الكثيف في أجواء لبنان في الأيام القليلة الماضية. قواعد اشتباك جديدة عم ترسيها إسرائيل، وكأنه عم تحاول تعمل منطقة عازلة بين لبنان وبين سوريا، أنه ممنوع دخول أي سلاح من هذا النوع. بنفس الوقت رسالة السيد حسن نصر الله اتهام النظام السوري باستعمال الأسلحة الكيميائية، الاستدعاء للاحتياط الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية وجبهة الجولان. هالمؤشرات كلها سوا بتقول لك أنه في نمط ماشي يؤثر ويقلق الإسرائيلي. عم بيقول اليوم أنه أنا أضرب داخل سوريا، أزعج حزب الله أولا، اثنين لا يمكن لحزب الله أن يرد، لأنه في شغلتين بالمعنى القانوني عم نحكي، أنه حزب الله ما بيقدر يرد لأنه الحادثة عم تصير بسوريا، وحزب الله ما بيقدر يرد ويعترف أنه كان جاي لعنده سلاح، لأنه هذا يخرق قرار 1701. وسط التكتم الشديد الذي يلف الغارة الإسرائيلية، ذهب بعضهم إلى الحديث عن إمكان استهداف أسلحة أو منشآت كيميائية، لكن هذا السيناريو قالت الولايات المتحدة إن لا دليل عليه. ما فيك تقصف أنت معمل كيميائي، لأنه أنت بتكون عم تعمل كونتامينيشن للمنطقة كلها، عم بتكبها. اثنين، رئيس أوباما قال بدنا 70,000 جندي لحتى نقدر نفوت نسيطر عليها. اثنين، بدك معلومات. ويرى المحللون أن التدخل الإسرائيلي هذه المرة يأتي في سياق المرحلة الدقيقة التي دخلتها أزمة سوريا. اليوم في هجمة روسية على لبنان، بوغدانوف لم أطلب من حزب الله سحب المقاتلين، وعم بيصير على الأرض تقدم محدود مع تحديد وتغيير الأولويات للنظام، وكأنه رايحين تحضير لمرحلة شغلتين: كيري لافروف لقاء، وبيونيو لقاء الرئيس أوباما والرئيس بوتين. في المحصلة لا يمكن دراسة الغارة الإسرائيلية بمعزل عن الدور اللبناني في الأزمة السورية، والتداعيات ستتكشف في الأيام المقبلة مع الكشف عن مزيد من المعلومات.